السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا عسل ناجح 100% بطريقة سهلة وتقدروا تخدموا به جميع المعسلات وكيبقى مدة طويلة، يعني ما كيوقع ليه والو وما كيتحجرش وكيبقى لاصق في المعسلات وناجح من أول تجربة. فعلا كنتمنى أنكم تجربوه، فتابعوا معايا الفيديو الاخير باش غيتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمكونات انا درت الكميه يعني مضاعفه. خديت هنا 4 كيلو ديال السكر سنيده، ممكن تعوضوه بالقالب تقريبا نفس النتيجه. وعندي هنا العويدات ديال القرفه كيبقاو اختيارين، غير هما كيعطيو واحد النسمه زوينه. وعندي هنا 2 ديال الحامضات كبار قطعتهم دوائر. وعندي هنا 2 لتر ديال الماء، كنديروا لتر واحد في 2 كيلو ديال السكر. كما ذكرت لي باغي يجرب راه تقدروا ديروا نصف الكميه صافي. وكنجيبوا هنا طنجره ديال الضغط غادي نوضعوا فيها السكر، وهنا ضروري الطنجره ديالكم تكون كبيره باش ما يتزلاش لكم العسل من بعد فاش كيكون يطيب. صافي غادي نوضع هنا الكميه كامله ديال السكر، وغادي نضيف الماء 2 لتر كما ذكرت معكم في الاول. هنا الماء عادي يعني ماشي ما سخون صافي. وغادي نضيف هنا العويدات ديال القرفه، راه اختياريين غير هما كيعطيو نسمه زوينه، كيجي العسل منكه بالنسمه ديال القرفه. وغادي نضيف الحامض 2 ديال الحامضات كبار. انا راه حيدت ليهم هذوك العظومه اللي كيكونوا فيهم في الوسط هكا باش ما يطلقوش المروره وما نحتاجش نصفيهم من بعد. صافي غادي نحركو مزيان حتى يتخلط يعني السكر مع الماء، ومباشره غادي نديها فوق النار. طبعا مع التحريك المستمر نبقاو مره على مره نحركو حتى الخليط ديالنا كيغلى. كما كتلاحظوا طلعت فيه الغليه، غير هو ما تغفلوش عليه لانه الا بقى لكم السكر لتحت راه غادي يتحرق. بقيت يعني مع كل مره كنحركو حتى داب كامل. صافي غير كيغلي هنا غادي نسد عليه، غير كتبدي هكا الكوكوط كتصفر اولا الصفاره كدور كنقص العافيه. كديروا نار مهيله، ماشي يعني نار اللي كتكون صافي قريب تنطفى، وماشي نار اللي كتكون مجهده هكا باش ما تحرقش. وغادي نخليوها 45 دقيقه راه كافيه باش طيب. صافي هنا بعد ما دازت 45 دقيقه حليت على العسل. هنا راه يعني مازال دافي، راه ما بردش مزيان. من كيبرد عاد كيرجع ثقيل وعاقد. وفاش كتعرفوا العسل ديالكم بينما يعني صافي راه طاب، هو بالحامض كيكون الحامض كيرجع اللون ديالو غامق، وحتى اللون ديال العسل يعني راه جا هكا غامق بالقرفه، راه حتى هي كتعطيه اللون. انا هنا غادي نخويه باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو. كما ذكرت انا راه مازال دافي، انا كان خاصني ضروري نصور ما خليتوش يبرد مزيان. وهذا هو الشكل ديال العسل ديالنا. فعلا كنتمنى انكم تجربوه، راه ناجح 100%. يعني هذا هو العسل اللي كنستخدمه في جميع المعسلات، ومازال غادي نحضر معكم به الشباكيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. فالناس اول مره كيزوروا القناه ما ينساوش يشتركوا ويفعلوا الجرس هكا باش يبقاو يتوصلوا بكل جديد. ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو فقط من اجل التشجيع. شكرا جزيلا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.